تخيلوا كده معايا في الفيديو ده فرح ولا ميتم؟ دي واحدة بتزغرط ولا بتصوت؟ مشهد محزن بمعنى الكلمة. خرجت ببنتها عروسة، رجعت بيها في التراب بتدفنها وشايلة طرحة فستانها والبوكيه الورد بتاعها. ده كله بسبب ايه؟ تخيلوا معايا الحادثة اللي حصلت في محافظة من المحافظات، ان عروسة في فرحها تموت وبدل ما تلبس تكمل فرحتها في فستانها الابيض تدخل شقتها الجديدة دخلت التراب وتوفت. ده كله بصوا كده معايا، يعني منظر مأساوي يقطع القلب. الست امها بتزغرط وهي بتدفنها، احساس صعب ومريب، وربنا يا رب ما يحط فيه حد ابدا. ده كله بسبب ايه يا جماعه؟ بسبب ضرب النار والشماريخ في الافراح، المناسبات اللي بيكون كلها ضرب نار. ان الفرح ولا الفرحه مش هتتم غير لما نضرب نار ونولع في شماريخ كتير ونبهدل الدنيا كده، احنا هنفرح. غير كده لا، ده مش فرح. طيب احنا بنأذي الناس؟ لا، احنا ما بنأذيش الناس، المهم ان احنا نفرح. فالمشهد محزن، وليه بقوله؟ علشان يا جماعه يكون في بقى ارجوكم شويه وعي. تعالوا اوريكم بقى صوره الطفل مالك اللي توفاه الله بسبب نفس الحادثه. الطفل كان واقف في البلكونه بيتفرج على فرح، جات له طرقه في راسه، والولد فضل تقريبا في يوم او يومين بالكتير قوي في العنايه المركزه وتوفى. وامه بتكتب البوست بتحكي قصه يومه بدات ازاي وانتهت ازاي بين ايديها. فارجوكم لازم يكون في حل، ولازم يكون في تفكير، لازم نرتقي شويه يا جماعه. ده مش طبيعي. يعني شويه وعي ارجوكم. يعني الافراح مش هتنفع غير بضرب النار والشماريخ. ربنا يا رب يصبر اهلهم ويربط على اهلهم يا رب. انت مش حر. يعني ممكن يقول انا حر، انا افرح بطريقتي، كل واحد يعبر عن فرحته بالطريقه اللي هو عايزها. لا، انت مش حر طالما انت بتاذي غيرك، طالما انت بتاذي حد. يعني ارواح الناس مش لعبه. اللي ماشي في الشارع جات له اصابه اتوفى، الطفل واقف في البلكونه يتوفى، ده انت مش حر. في ناس كبار في السن مرضى بيقوموا مخضوضين من صوت ضرب النار والشماريخ، في اطفال بتقوم مفزوعه. انت مش حر لان انت بتاذي غيرك. يعني طفل يموت وعروسه تموت، ودي مش اول ولا اخر حادثه. الحادثه دي متكرره بشكل يومي. قصه الناس اللي بتموت وبتتاذي من الشماريخ وضرب النار، واللي بيجي له عاهه مستديمه، واللي بيفقد حاجه حاسه من الحواس. الافراح مش هتنفع غير بضرب النار والشماريخ. ربنا يا رب يصبر اهلهم ويربط على اهلهم يا رب. انت مش حر. يعني ممكن يقول انا حر، انا افرح بطريقتي، كل واحد يعبر عن فرحته بالطريقه اللي هو عايزها. لا، انت مش حر طالما انت بتاذي غيرك، طالما انت بتاذي حد. يعني ارواح الناس مش لعبه. اللي ماشي في الشارع جات له اصابه اتوفى، الطفل واقف في البلكونه يتوفى، ده انت مش حر. في ناس كبار في السن مرضى بيقوموا مخضوضين من صوت ضرب النار والشماريخ، في اطفال بتقوم مفزوعه. انت مش حر لان انت بتاذي غيرك. يعني طفل يموت وعروسه تموت، ودي مش اول ولا اخر حادثه. الحادثه دي متكرره بشكل يومي. قصه الناس اللي بتموت وبتتاذي من الشماريخ وضرب النار، واللي بيجي له عاهه مستديمه، واللي بيفقد حاجه حاسه من الحواس. ارتقوا يا جماعه شويه. مفيش حد حر طالما بتاذوا غيركم. يا ريت نرتقي يا جماعه شويه علشان نحاول نطلع جيل صالح، عشان الاجيال اللي بنشوفها دلوقتي بجد ما يعلم بها الا ربنا.